السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لا بوزيتيف. الفيديو ديال اليوم غادي يكون على الحبوب اللي تيكونوا تحت الجلد. شائع، وصلوا عليه بزاف ديال الاستفسارات، استفسارات كثيره جدا جدا، والناس ما تعرفوش، تيقول لك انا ما كانوش فيه هاد الحبوب تحت الجلد، كيفاش تناضوا ليا بكثره. وهانتوما الحبوب اللي تحت الجلد راه كيختلفوا على الحبوب اللي تيكونوا عندهم الراس، اما حبوب حمراء ملتهبه عند الراس، اما حبوب بيضاء بالراس، اما دي بوا نوار تيكون الراس ديالهم كحل. الحبوب اللي تيكونوا تحت الجلد ما تيكونش عندهم الراس، تيبانوا لكم بحال هذا الشكل هذا، وما تيجيو تيسدوا لينا المسام وتيبقاو حاصلين تحت الجلده، وتعطيكم هذاك المنظر ملي تدوزوا يديكم على وجهكم كيبان لكم الوجه لابو ماشي ليس، ماشي رطيبه. داكوغ، دونك هذا هو المشكله ديال الحبوب تحت الجلد. شنو هما الاسباب ديالها؟ كاين بزاف ديال الاسباب. من ضمن هذه الاسباب تقدر يكون مثلا الناس اللي يستعملوا المكياج بزاف، اللي كيستعملوا المكياج بزاف غالبا تيكون عندهم هذا البروبليم ديال الحبوب تحت الجلد، سورتو الفون دو تان. والناس اللي تيستعملوا دي برودوي اللي ما مناسبينهمش ثاني يقدروا يكونوا سبب ما تيناسبوش البشره ديالهم، ما تيوالموهمش، يقدروا يكونوا سبب في ظهور الحبوب تحت الجلده. والناس اللي تيكون عندهم بشره دهنيه وبشره مختلطه فتهما كيكونوا معرضين بواحد نسبه كبيره انهم يبانوا عندهم حبيبات تحت الجلد، تتكون اغلبيه تكون في الجبهه، وكاين اللي كتكون عندهم في الوجه كامل. ولكن كاين ثاني واحد القضيه نبغي نشير لها حتى هي، اللي ربما الى نبهتكم ليها غتقولوا لي بصح مني تيوصل رمضان، بما اننا قراب رمضان الله يدخل لنا بالخير وبالصحه والعافيه، فمني تيوصل رمضان تضربوا داك الاسبوع الاول كاع ماكسيموم كيبدا يبان لكم اما حبوب خارج اما حبيبات تحت الجلد، ما تتفهموا والو. الوغ كو لا ريبونس راه باينه، السبب ان الماكله ديالكم كتغير في رمضان بواحد الشكل كبير. نورمالمون في رمضان خاص لابو تقاد وتولي حسن، علاش؟ لاننا كنصوموا، ولان كتروح العمليه ديال الديتوكس وكيتنقى البشره ديالنا بفعل الصيام، كيتنقى الجلد ديالنا، لو كور ديالنا كيدير واحد الديتوكس زوين، الاعضاء كلها والاجهزه ديال الجسم كلها كتستافد من الصيام. ولكن هذا الا كان صيام صحي، كنتو كتفطروا في الفطور على فطور صحي، سحور صحي، مي لو فات ديال انك كتبقى صايم وتجي تغدى بكثره السكريات وكثره الدهون، فهذا غيعطيك حبوب تحت الجلد. الافراط في تناول السكريات والدهون بواحد النسبه كبيره بزاف كيزيد في تهييج الغدد الدهنيه اللي تتفرز لينا واحد الفائض ديال لو سيبوم اللي تيبقى حاصل الا ما خرج على شكل حبوب، فهو تيبقى حاصل تحت الجلد. وهذا هو السبب الرئيسي انهم تيبداو يبانوا لكم اما حبوب تحت الجلده في رمضان. دونك قديتو ماكلتكم راه ما يكونش عندكم هذه المشكله في رمضان، بالعكس لابو ديالكم غتصفى وغتولي حسن. بقيتو مقابلين هذه بريوه، هذه شباكيه، هذه هذا معمر، هذا محمر، هذا مجمر، هذا بشحمه، هذا بعدا، سي نورمال انا غادي يكونوا عندكم دي بروبليم في الجلده ديالكم. علاش انا عملت لكم هذا الفيديو هذا؟ لان كانوا وصلونا تساؤلات على واحد البرودوي ديال لا روش بوزاي. هذا البرودوي هو هذا واحد لو سيروم ديال لا روش بوزاي، هو هذا نتوما كما كتشوفوه. هذا لو سيروم هذا، شوفوا بعدا قبل ما نهضر لكم على هذا لو سيروم هذا، دائما غنرجع لكم دائما واحد الكلمه كنقول لكم ملي كنهضروا على حبوب تحت الجلد، فضروري خاصنا نهضروا على واحد المكون اللي هو لاسيد ساليسيليك. ضروري حمض ساليسيليك، لان شوفوا حمض ساليسيليك هو كما كنقولوا هو الكلي، هو المفتاح ديال لابو اللي كيكون فيها اما تري غاس اما ميكست اما اكني. لاسيد ساليسيليك يكون عندكم في المنظف، يكون عندكم في الماده اللي كتغسلوا بها، ولاسيد ساليسيليك يكون عندكم شي برودوي اوتر، مثلا سيروم. هاد السيروم ديال لا روش بوزي هو بكل صراحه المواد الفعاله فيه مع بعضياتها شي حاجه طب. دايرين لك واحد
1.5 ديال لاسيد ساليسيليك، يعني كونسونطراسيون محترمه، مع الجلايكوليك اسيد ب 3.5، يعني اون بون كونسونطراسيون، دايرين حتى نياسيناميد مع الالاشا هو مشتق من لاسيد ساليسيليك حتى هو. دونك هاد المكونات مع بعضياتها تعطيكم واحد تقشير، وكتعطيكم واحد الخدمه على لي بور انها كتبدا تنقى، وبالتالي ما تيبقاوش المسام يوسعوا لكم. دونك يعني هاد التركيبه فهي ممتازه للناس اللي عندهم حبوب تحت الجلد والناس اللي عندهم حتى الحبوب. دونك بالنسبه ليا هاد لو سيروم مزيان من حيث المواد الفعاله، ولكن هو فيه واحد التركيز مرتفع ديال الالكول. دونك اللي عندهم لابو غراس وميكس وريجيد قويه، هاد لو برودوي هذا يناسبهم. الناس اللي عندهم لابو ناشفه، الالكول واحد الماده اللي كتنشف لابو سكيل في غادي يزيد ينشف ليهم. بالنسبه ليا بو اللي نورمال جو دير بو اللي ناشفه ما غترتاحش لهذا لو برودوي. لابو اللي كتكون هو، ولو انهم كيقولوا كانه مناسب لابو سونسيبل، راكم عارفين لا واش بوزاي كلشي تيقولوا عليه مناسب لابو اللي كتكون سونسيبل، فبالنسبه لوجود كميه كبيره ديال الكحول مع وجود عطر، فهم هاد الزوج هادو كيبانوش ليا مناسبين لابو اللي كتكون حساسه، وحتى لابو اللي كتكون رياكتيف وخلاص شي حاجه فيها غوزاسي او شي حاجه ما توصلش ما يوصلهاش هاد البرودوي. يعني يقدر ياخذوه الناس اللي عندهم لابو غراس، لابو ميكست وفيها حبوب او لا حبوب تحت الجلد، اما ناشفه او لا سنسيبل ولا رياكتيف فكيبان ليا من الافضل بلاش. غادي نجيو ان برودوي مثلا بديل للناس اللي عندهم لابو ناشفه او لا حتى غراس وميكس وهذا، ولكن زائد هادو لابو اللي كتكون ناشفه، وهو هذا اللي كتشوفوا ديال SVR. حتى هو سي ان سيروم اللي يخدم على الناس اللي عندهم الحبوب او لا الحبوب تحت الجلد. الماده الفعاله اللي يعني يعتمد عليها هذا البرودوي هذا هو الجلوكونولاكتون. هذا حتى هو واحد الماده اللي تخدم لينا على لي بور وكتخدم لينا على الحبوب بتركيز 14%، كوبلي مع تركيز ديال 4% ديال النياسيناميد. دونك شي حاجه اللي فعاله ممتازه للناس اللي عندهم الحبوب تحت الجلد وحتى الحبوب زائد لاسيد ساليسيليك. دونك فيه نياسيناميد وفيه لاسيد ساليسيليك وفيه جلوكونولاكتون وفيه الهايلورونيك اسيد كماده مطريه ملطفه مرطبه باش كومسا ما ينشفش ما تنشفش لابو. ما فيش الكحول ولكن فيه بارفان. دونك الناس اللي عندهم لابو رياكتيف وما تبغيش شي حاجه فيها البارفان فهو غير مناسب ليهم. دونك انا عطيتكم جوج اختيارات للناس اللي عندهم الحبوب تحت الجلد مع منظف اللي يكون اباز داسيد ساليسيليك. فهاد لي دو سيروم هادو يقدروا يعاونوكم. زائد حاولوا ما امكن منين الناس اللي ضروري كديروا المكياج اون فوا تدخل الدار ديماكيو وغسلي وجهك مزيان ما يبقاش الاثار ديال المكياج على الوجه ديالك. كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم. شكرا على حسن المتابعه ديالكم. نلقاكم في فيديو مقبل ان شاء الله. الى ذلك الحين تنقول لكم خليت لكم الراحه.